السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورجعنا تاني من جديد وأول مباراة في الموسم الجديد، وألف مبروك للنادي الأهلي الفوز بالأربعة على النادي المصري. دي حاجة في ذات نفسها أسعدتني قلبيا. عودة الروح للنادي الأهلي النهاردة من جديد، وتحية لمستر كولر اللي قدر يرجع اللعيبة ويجهزها بعد خسارة مباراة السوبر ب3 أيام. وحمد لله على السلامة كريم فؤاد، واحد كان الأهل مفتقده قوي 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 قوي. لسه ربنا يسهل إن شاء الله يرجع أكرم توفيق، وهتلاقي جبهة يمنى لا مثيل لها. ثنائية جديدة بتبتدي وبتطلع من نادي الأهلي النهاردة، إمام عاشور ورضا سليم. طبعا احنا كنا اتكلمنا على امام عاشور الماتش اللي فات ووشه النحس، وخسرنا اول بطولة واول مباراة كان المفروض ياخد بطولة، لكن الحمد لله قدر الله وما شاء فعل. احنا لازم نقع مرة عشان نقوم بعد كده تاني، وعد ورايا البطولات. احنا خسرنا بطولة بس لسه الصندوق وياما في الجراب يحاوي. ان شاء الله هتلاقي دوري جامد قوي قوي قوي. والنهارده الاهلي ادى انذار لكل الفرق الدوري. اول مباراه 4، وشغلنا داخلين على موسم كارثي الاربعه السنه دي، لان السنه اللي فاتت كانت 3 وكانت الدنيا هاديه، لكن المره دي شكلنا داخلين على الاربعات. وربنا يسهل ويبقى موسم حلو، وان شاء الله نحصد افريقيا ونلعب على فضية كاس عالم، مش هنقول برونزية، ان شاء الله نلعب على الفضية. فان شاء الله ربنا يسهل كده بقى موسم حلو كده علينا وعلى جميع الجماهير الاهلاوية وعلى النادي الاهلي. النهارده الاهلي فاز بالاربعة على النادي المصري. في الدقيقة 44 رضا سليم يفتتح مشواره التهديفي مع النادي الاهلي بعد اسيست من امام عاشور. امام عاشور شاف رضا سليم ازاي في الزحمة دي كلها عشان يلمسها له حاجة بسيطة، والراجل بسم الله ما شاء الله عليه رضا سليم شكله حاجة محترمة، ما سماش على الكورة. الكورة من الأول كانت مع رضا سليم، كانت جاية من ركنية، وقف على صدره شاط، اتردد في الدفاع، هوب إمام عاشور يستلم في وسط الزحمة وبتريحة بسيطة قوي، ورضا سليم الله أكبر عليه ولا سمى ولا شاف، ويروح داخل هوب الهدف الاول. نخلص؟ لا، يطلع لنا العفريت المجنح تاو اللي انا عندي اختلاف عليه. الراجل ده ما بيلعبش غير في المساحات، تيكا والتاكا كده اهو صعب عليه شويه في المساحات، روح واللي يحصلني يكسرني، اللي يحصلني يكسرني. تاو ياخد ايه واحدة من هاني تكة تك، ما تعرفش ايه جابها ازاي، ما تعرفش جابها ازاي في الدقيقة 69، وتاو يحرس الهدف التاني. يهدى؟ لا، عفريت ابن جنية، ده عفريت ابن جنية. يجي اسيست ولا اجمل ولا اروع من قبل نص الملعب امام عاشور يديهاله على المساحة الفاضية، يجي يقطم حسين السيد وينيمه على الارض، وهوب في محمود جاد الهدف الثالث. حتته بقى دي، فياريت بقى كولر ما تلعبش في الحته بتاعته، هي حتته اليمين دي. النهارده رضا سليم لعب في مكانه، ابدع ابدع بجد مع امام عاشور، والخد والهات في جبهه اتعملت. يعني حتى لو معلول متاخر شويه ورا، انت شايف امام ورضا سليم مش مقصرين، محمد هاني وتاو مش مقصرين. يجي مستر كولر ويروح مغير التشكيل ومنزل البدلاء، ينزل لك بقى طاهر على احمد عبد القادر على قفشه على كريم فؤاد على مروان عطيه. تحس ان في فريق تاني نزل، والله العظيم يا جماعه في فريق تاني نزل. بس هو كل المشكله انا مش عارف طاهر معانا ولا علينا، بس هي دي مشكلتي في الفريق دلوقتي، طاهر بيلعب معانا ولا علينا. تيجي تبص بقى ايه
اللعب المزاج العالي، تيك تاك خد هات يلا السلام عليكم جبنا الجون. ده كان كلام محمد مجدي قفشه مع احمد عبد القادر مع كريم فؤاد. محمد مجدي قفشه لف حوالين نفسه شويه، اداها لكريم فؤاد، كريم فؤاد بصنعة لطافة اداها لأحمد عبد القادر، اللي الراجل ده هيبوظ نفسه لو ما التزمش. أحمد عبد القادر هيبوظ نفسه لو ما التزمش. يجي أحمد عبد القادر بحتة الموهبة بكعب رجليه يديها لكريم فؤاد. والله أكبر عليك يا كريم فؤاد، عودة سعيدة والله العظيم. انت وحشني بجد. يجي كريم فؤاد وبوش رجله بتاعت ابو تريكه بتاعت زمان، محمود جاد اتخض، والله العظيم اتخض، لا عارف يصد ولا عارف يمسك، تيجي في ايده وتخش الجون، وده كان الهدف الرابع. اللي عايزين نقوله من الكلام ده كله ان كولر النهارده رجع اللعيبه في حاله محترمه بعد خساره ماتش السوبر. المفروض ان اللعيبه دي كان لها احباط، لكن الحمد لله العامل النفسي رجع. عوده روح الفانلة الحمراء اللي احنا ما كناش شايفينها في ماتش السوبر. والله العظيم يا جماعه انا ما كنت قاعد بتفرج على الماتش مش شايف فيه روح. يعني انا طول عمري متعود ان الماتش بيبتدي عند النادي الاهلي بعد الدقيقه 90. انا اكسب لكن اكون مغلوب واطلع كده امشي، لا مش متعود عليها. والله العظيم 3 انا متعود عليها. انا بقعد لحد ما الحكم يصفر اقول لا احنا هنجيب جون. بس هي كان في عوامل برضك في التحكيم في افريقيا، فالنهارده بنقول مبروك للنادي الاهلي، وان شاء الله يبقى موسم كروي حلو، وانك تكسب المصري 4 حاجه جميله. النتيجه تقيله على المصري بالذات، يعني سواء مصري او اسماعيلي او زمالك او بيراميدز بتبقى النتيجه تقيله عليهم. انا بحدد لك ال4 انديه اللي دي النتيجه بتبقى تقيله عليهم قوي، اللي بياخدوها على اعصابهم. ربنا يجعله بالشفاء ان شاء الله. ان شاء الله نطلع معاكم بقى في تحليل مباراه الاهلي النهارده. علي لطفي برضك احنا خسرنا الجون، ده كان سند للشناوي، بس الحمد لله ربنا معوضنا مصطفى شوبير. النهارده اول كلين شيت لعلي لطفي في نادي زد، وقتل المباراه لما صد ضربه الجزاء. مبروك على النادي الاهلي الفوز النهارده، ونشوفكم ان شاء الله الماتش الجاي. وعايزين احلى مشتركين تعمل لايك على الفيديو وتشترك في القناه. اشوفكم ان شاء الله في المباراه القادمه. سلام.